معاي اليوم شخص ملهم، أنا شخصياً تعلمت منه كثير وما زلت أتعلم منه أكثر. أسطورة البايكرية الدكتور عبد الله الفقيه. سعودي رايدر، حبيبي محمد، كيف حالك؟ حبيبي صاحبي، نورنا. الله يعافيك يا صاحبي. يعني في الطريق وهنا نورك والله منور انت. حبيبي الله يديك العافية. شغل جديد ما شاء الله. شغل نظيفة. حبيبي الله يسعدك. حبيبي. طيب عبد الله، أنت إيش بتسوي في حياتك؟ طيب أنا طيب أسنان، هذا الشورت فيرجن. اللونج فيرجن لا، في ستوري بيهايند. أوكي. اللي درست أكثر من 11 سنة طب بشري، 4 سنوات 7 سنوات طب أسنان. ما شاء الله. يعني لما قدمت بعدين قالوا أوكي نعدل لك، وبعدين لما قدمت أوراقي فعليا وسحبت أوراقي من طب بشري قالوا لا ابدأ من أول سنة. من أول سنة. أي والله. وعدت من الأول؟ والله كنت يعني ديفستيتد كذا شوية ومتحطم، بس شو اسوي يعني؟ خلاص ما في اوبشن ثاني. انا تخرجت وقاعد تشتغل الحين. لا اي والله الحمد لله. يعطيك العافيه عبد الله. والله الله يعافيك زين. طيب عبد الله، انت كطبيب اسنان وما شاء الله تبارك الله صانع محتوى مميز وبايكر ورحاله، كيف بتوازن بين حياتك العلميه وحياتك الخاصه بالسوشيال ميديا وصناعه المحتوى؟ طيب انا عندي شيء، انا اول ما اطلع من دوامي ترى خلاص انا اصلا يعني انسى ان انا مش اشتغل يعني. ايا كان شغل اطلع من دوامي يقفل الموضوع هذا. اتوقع هذه ميزه يعني اكتسبتها مع الوقت يعني. لما حتى برا الدوام ما اتواصل في اي احد يعني بالدوام، ولا اتكلم عن اي شيء بدوامي. عرفت خلاص اطلع من الدوام انا انسان فري يعني. يلا شو نسوي اليوم؟ عرفت كيف؟ إيه اجازاتي السنويه مثلا عندي رحلات سنويه 30 يوم كلها تكون للبايك رحلات يعني. خلاص انا خلصت الرحله الماضيه حقت سكوتلاند هايلاند، ارجع ابدا اشوف يلا اول ما ارجع ابدا نكست ستيب وين رايح. السنه هذه ان شاء الله اسبانيا المغرب كذا. طب ليه ما بتكلمني اطلع معك طلعت هذا ولا بس في الرياض اذا طلعنا تكلمني؟ انت عارف يعني رحله ودي كم مره اقول لك انت الشباب ودي انكم معي. قصدك يعني دبابي ما رحاله ولا؟ لا حياك الله. الهارلي حياك الله. ترى الهارلي لا يغرك. انزل لي لتسي. انت تعرف سواقتي كيف بالهارلي. انا بعامله معامله مو كروزر ابدا. اتمنى ان الرحله تكون انت معي والشباب يعني الحسن واحمد. كم مره اقول لكم خلال السنه هذه ودي اني اطلع رحله معكم، لكن للاسف انت وقتكم مره ضيق يعني. اي لا ان شاء الله راح نرتبها وان داي ان شاء الله اكيد. طيب عبد الله، يعني ما شاء الله تبارك الله انت بايكر من متى؟ من 2016 وبدأت في صناعه المحتوى في اليوتيوب نص 17 2017. اول فلوج نزلت نص 2017. اي كان فلوج غريب صراحه. هذه نرجع لها. كارثي. انا ترى شفت حلقاتك كلها يعني زي ما قلت لك في البدايه. من جد انت شخص ملهم الهمتني انا، حببتني في الدبابات من قبل ما اتعرف عليك. تعرفنا على بعض في السوشيال ميديا والحين احنا اليوم مع بعض. والله انا ممتن لليوتيوب لهالشيء. انت من زمان وبايكر ومر عليك اكيد دبابات مره كثيره، بس انت الحين عندك دبابين من BMW. صحيح. ليش 2 من BMW؟ ليش 2 من نفس البراند؟ طيب اول شيء لازم المتابعين يعرفون انه عندي BMW الجي اس اللي هو الادفنشر بايك اللي هو حق رحلات. هذا ميزه البايك هذا انه يعني مريح للظهر وفيه مثبت سرعه وفي سخانات مقابض عشان الاجواء البارده. حلو. والتخزين فيه مساحته كبيره، شناط قماش يعني تشيل اشياء كثيره. وصرفيه الوقود فيه ممتازه يعني التانكي ماشيين 600 كيلو. حلو. 30 لتر بس. اللي عندي في الرياض الحين BMW الثاني اللي هو الريس بايك، هذا ادخل فيه حلبات احيانا اروح فيه يعني كوميوتنج داخل الرياض يعني كافي شوب بطلع معكم. اللي هو الاس 1000 ار ما شاء الله. حلو. فهذا الفرق بينهم. الجي اس اخذته مو عشان BMW يعني اخذته عشان سمعته. البايك هو يعني اغلب رحالين العالم كلهم مع نفس البايك هذا، اعتمادي، كل الناس تصلحه، ماكينته اسطوريه، صرفيه زي ما قلت لك، مريح وسرعته حلوه، وزنه خفيف مقارنه بباقي الرحلات اللي جربتها انا اللي هي جولد وينج والهارليز. فعشان كذا فضلته مو عشان BMW. حق الرياض BMW هذا اخذته عشان الرياكشن حقه في الميديا بس، ما يجي على ايش قصدك يعني في السوشيال ميديا؟ يعني قبل كان معي سوزوكي، انت تذكر سوزوكي اللي هو الجي اس اكس ار 1000R من افضل درجات سكتها في حياتي صراحه، وقيادته امتع من BMW صراحه. انت ملاحظ اصلا فرق السعر بينهم؟ دبل السعر. يعني هذا اللحظه هذه ترى يعني اقول لك السوزوكي امتع من القياده. BMW صراحه البوست انزل يجيني 100,000 مشاهده، 50,000 لايك، 30,000 لايك. السوزوكي 200 لايك كلهم اصحابي. عرفت انا والشباب. فالBMW افضل بكثير من السوزوكي في موضوع الميديا الاتراكشن. زي الدوكاتي مثلا في ناس تهتم ببراندز اكثر من الشكل او من ايا كان الكونتنت. يعني انت مريت بتجارب مره كثيره وجاء الوقت انك خلاص تاخذ شيء يسوي لك. كنت اجيب مصورين، اجيب تيم كامل يصورني فيديو معين وفي الاخير 200 لايك. البي ام انا بالجوالي اصور كذا يعني
على فكرة أنا عندي لك سؤال على موضوع السوشيال ميديا هذا وبسألك إياه بعد شويات كذا. جاهز. أنت رحت أماكن مرة كثيرة حول العالم. يعني أنت تقريبا سافرت يمكن 60% من دول أوروبا أو شيء زي كذا. ورحت النيبال صح؟ رحت النيبال للأسف. إيه رحت النيبال صار لي دراما هناك. ورحت الهند كمان. يعني أنا سكت في أماكن مرة كثير. فكيف وفي السعودية طبعا شخص عايش هنا من السعودية وعايش هنا. كيف تشوف سواقة الدبابات في الرياض بشكل خاص وفي السعودية بشكل عام؟ أنا أشوف أنها متحسنة بشكل كبير في السعودية صراحة. يعني الناس اللي حولك صار في وعي بشكل واضح مرة. يعني أول في 19 نطلع، أنا لما أطلع كنت أطلع ما أدري برجع ولا لا. يعني إلى اللحظة هذه ستيل نفس الشعور موجود بس أقل بكثير. يعني أول كان ما في وعي من أصحاب السيارات. أوكي صح إن أقول لك إن أغلب حوادث الدراجات بسبب نفس الدراج اللي يسوق هو سبب المشكلة في الأخير. ولكن قبل كان تطلع أنت تفكر في أشياء كثيرة، اللي حولك اللي وراك اللي جاي وراك ملحم اللي بيدخل هذا بدون ما يدق إشارة اللي بيطلع من مخرج بدون ما يطالع كذا. أفلام فعلا. الحين لا قل بشكل كبير. طبعا الفضل يرجع للمرور، يعني شادين بشكل كبير صراحة يعطيهم العافية. تقنية السيارات الحين تغيرت، صار فيها بلايند سبوت. هذه أنا أول ما زادت التقنية هذه قلت هذه صديقة الدراجين اللي هي لمبة المراية هذه اللي ممكن فيها دنا. وعي الناس تغير. كثرة البايكرز برضو خلت الناس يعني تستوعب إنه في ناس معهم غير السيارات في الشارع. تقبلونا. هم كان في رفض في البداية صار في تقبل. فعلا يعني متحسنة بشكل أفضل جدا. يعني تعرف أنا من 2020 بسوق، يعني مو من زمان مرة زي لا في تغيير ما مريت في تغيير كبير جدا. الآن الأخطاء اللي تصير بسبب نفس الدراج. إحنا كبايكرية نعتقد أن سواقة الدبابات أسهل وأفضل من سواقة السيارات، والناس اللي تسوق سيارات يقول لك سواقة السيارات أسهل من سواقة الدبابات. أنت كعبد الله الفقيه تحس أن سواقة الدبابات أسهل من سواقة السيارات ولا العكس؟ السيارة أسهل كبروسس تشغيل وانطلاق. يعني هذا السيارة أسهل بكثير، تشغل تمشي طريق مشى السيارة. لكن وصولك للنقطة ألف نقطة باء الدباب أسهل بكثير. يعني الدباب تنقله في الشارع أريح بشكل لا يوصف. يعني تنقلك بالمسارات، خروجك مخارج، دخولك، وقفك إشارات أسهل بكثير من عملية السيارة. السيارة سهلة بس تشغيل وانطلاق، لا أكثر ولا أقل. فالدباب أسهل، أسرع، أمتع. وش أخطر موقف صار في حياتك كلها من أول ما بديت سواقة الدبابات إلى الحين؟ تبي أعيد موقفين؟ يعني اوكي موقف محلي وموقف دولي. انا قلت موقف ما قلت موقفين بس يلا مشيها. لازم اقول لك الموقف. يلا بما انه محلي ودولي. يلا اوكي. اول موقف صار لي بعد 4 أيام من اقتناء الدراجه. اوكي 4 أيام. طبعا اشتريت الدراجه اول ما تخرجت من الكليه. خلصت الامتياز جاني مبلغ رحت خربتها واشتريت الدباب بدون ما اعلم احد. كان في رفض مطلق يعني. والله كل اخواني كانوا رافضين بعد. الحين هم بايكرز باي ذا واي اخواني. اي انا عارف ما شاء الله كلهم كانوا رافضين بعد. وكلهم دكاتره برضه باي ذا واي. ما شاء الله تبارك الله. صح. محمد اخوي كان رافض في البدايه، فيصل اخوي كان رافض. بعد وقت اشتروا. بس حالي وقت الموقف لما صار كان رابع يوم، فكنت عارف انت توك شاي دراجه والرياض ما كان في تقبل للفئه هذه. فكنت اطلع من الساعه 12 الليل لين الساعه 3 الفجر الناس نايمه شوارع فاضيه عشان اقدر اتحكم في الدراجه يعني. لكن يعني هذا نصيب. جاني واحد يعني الله يعني يسامحه صدمني عمدا. طبعا كان بدون لوحات. اذكر حتى موديلها كامري 2010 ما فوق. كامري 2010 الساعه 3 الفجر طفي النور. صدمني عمدا. ولما صدمني من جهه اليسار انا يعني حشرت بين الرصيف وبين السياره. فانت تخيل كيف صارت. فصار راسي ينزل على السياره لين ما دخلت تحت السياره. فانا الحين راسي تحت السياره. راسي الحين بين الكفره قدام وكفره ورا. والله. فانا قاعد. انت لابس سيفتي صح؟ اي لابس فول سيفتي. فانا قاعد يعني ايوه الخوذه نشبت للاسف في السياره. هو يبغى ينحاش. هو اصلا من بيت النية انه ينحاش. فما عرف ينحاش لانه انا ناشب تحت. GTA هذا صار يسحبني تخيل. والله صار يسحبني. والدراجه للاسف يعني السكار باقي موجوده في فخذي. دخلت في فخذي القطعه قد الدراجه. فصرت انا اسحب الدراجه. صار يسحبني عشان مشبوكه فيه. وانا اسحب الدراجه. كان موقف غريب صراحه. هذا مو غريب هذا موقف يعني الحمد لله انك عايش للحين. قاعد اشوف السياره من تحت لقيت في عندي تهريب زيت. في تهريب زيت. طب السيفون كم لانه ما يعني كان في زي يعني زي خفص في الارض شويه عشان في تصرف صحي اللي هو تصريف الامطار هذا. فنزلت راسي فهو فكت السياره ودعس فوق الخوذه وكمل. فوق الخوذه.
أيوة. على سالفه انه داعس فوق الخوذه، هذا الشيء اللي يميز الخوذ الغالي. يعني الناس تقول لك ليش الخوذه مثلا سعرها ب 4000 ريال ولا ب 3000 ريال، يقول لك انا باخذ لي بخوذه ب 150 ريال. يعني ترى في خوذ ب أنا 150 ريال. عارف. هذه بالضبط اللي الدعسه يعني هذه الخوذه اللي امك عندي معلقها هي. يعني. لحظه، هي اللي انا اخذتها منك يومها هذه اللي قلت لك المسحه على الجنب هذه. يا الله والله اول مره اعرف القصه هذه فعلا. أيوة. طيب ايش اللي صار لك برا؟ طلعت الحمد لله بدون سكراتش يعني. اللهم لك الحمد، بس اللهم فخذي بس، اللهم لك الحمد يعني. اي ترى فعلا لبس السلامه قعدت 3 ايام ما اطلع بعدين رجع. اطلع مره ثانيه. اي هذا شغله صراحه مستحيل توقف الا لما. الموقف الثاني كان في النيبال. اي طبعا انت عارف النيبال انا انقطعت عن العالم مده 7 ايام. انا توني بقول لك انت لك فتره اصلا لما سافرت نيبال كنت قاعد اتابعك في السناب شات، وفجاه كذا حرفيا اسبوع او اكثر ما صرت تنزل ولا بوست. حتى اتذكر ما كان عندي جوال، ما كان حتى قاعد اتصل عليك كان مقفل. قلت لحظه عبد الله فين؟ فوش صار معك؟ طيب انا طلعت من، عشان بس تفهم، انا طلعت من عاصمه النيبال اللي هي كاتماندو الى حدود الصين بالدراجه. فالطريق 450 كيلو كلها اوف رود وعلى جرف جبل. كلها اوف رود على جرف جبل. شوف يوتيوب انت تذكر اللي تابعت. شفت الحلقه فعلا. ففي الروحه بس انا كان تصوير، في الرجعه ما كان في تصوير. وصلنا حدود الصين ورجعت، لانه حدود الصين عيل يدخلني قال لا، لانه هناك عندهم مشكله بين جبال التبت ومدري ايش. المهم رجعت. فريحت ليله في الطريق في وادي تاتوباني، هذا ارتفاع 1300 متر وفوقي 7000 متر جبال هيمالايا. 7000 متر رقم مرعب ترى. فعلى حظي جاء امطار فعلا عالي. جاء امطار وحصل انهيارات جبليه. عندهم هناك الجبال ترسبيه، طبقات تجي، فالطبقه كلها تتحرك. يا الله، يعني اي حركه كلها زي الطبقه تتحرك. معناته ايش؟ ان الطبقه عرضها مثلا خلينا نقول ارتفاع الطبقه ذي 20 متر بزرعها بشجرها بجذورها بكل شيء، فتنزل نزول سريع مره على طريق، سكر الطريق. فقعدت 7 ايام احاول القى طريق معين، ما لقيت. يعني في الاخير طلعت مشي. فانتم العافيه السفاره تواصلوا معنا وبالفندق وعرفوا ان انا وين مكاني. السفاره السعوديه هنا. نعم يعطيهم العافيه. في الاخير قال لي اطلع مشي، والدراجه كنت مستاجرها انا، دراجه من نوع رويال انفيلد، من أسوأ ما يمكن ان تقودها بحياتك. يعني انا اصلا شفت ما في فرامل اصلا. فقال لي ما عليك، اترك الدراجه احنا بندفع قيمتها واني حاول تطلع مشي. قعدت امشي تقريبا 18 ساعه. 18 ساعه مشي في الجبال. طبعا رميت كاميراتي ورميت لابتوبي ورميت كل شيء. يعني سرفايفل مود هذا. أيوة. تخفف الوزن عشان تكمل حتى البدله فكيت الدروع منها الاشياء. كنت لابس بس البدله البنطلون، فكنت تعرف انت يجي فيها دروع حقت حمايه عشان نخفف الوزن. ما كان معي في شنطه بس الا يمكن علبه مويه كبيره وموزتين وبسكوت. كنت امشي في اماكن غريبه صراحه يعني. طب كيف كنت تعرف الطريق والاتجاه وكذا؟ والله اني امشي بصوت النهر جنبي. انا في وسط غابه ما ادري يعني جنبي ذا ايش، صوت نهر بس اسمع صوت تايجر، اصوات اشياء كذا غريبه. لا هو يعني كل اللي حولي في نفس الموضوع يعني. حتى تايجر نفسه سرفايفل مود يعني. مو فاضي كله فاضي لك الحين. لما انت تمشي تحس الارض تتحرك تحتك. يعني انت الارض تخيل انك تمشي في الارض وتحس انك تمشي يسار شوي. انت متخيل الوضع؟ رجلك تحس في شيء يتحرك تحتها. عبد الله انا اذكرك اصلا بعد لما رجعت السعوديه من الرحله هذه مودك كان غريب ونفسيتك كانت صعبه، لانه للاسف كان في ناس قدامي يعني توفوا. يا الله. وهناك ما هم مسلمين. تعرف انهم عندهم بوذيين. فكنت 7 ايام هذه كل يوم اطلع القى دخان القاهم حارقين جثه. فكان بالنسبه لي يعني مخي مو مستوعب. يعني انا عارف انهم بوذيين بس ما تخيلت اني بشوف جثه محروقه قبل في حياتي. فصار المنظر عادي. عرفت كيف؟ فكان اقرب لفيلم رعب يعني. صعب. فكان الموضوع صعب شوي صراحه. والله الحمد لله على السلامه. والله يعني شوف، يعني انا ما اعرف كل البايكريه اللي يسافروا الصراحه، بس كواحد صانع محتوى انا اول مره اسمع يعني تجربه صعبه زي التجربه حقتك صراحه. انت رايح مغامره لازم تكون انت مجهز نفسك لكل شيء. طيب عبد الله، كلنا انا وانت كصناع محتوى نعرف قد ايش التعب اللي يعني التعب حقنا في انك تطلع بفكره وتجمع الناس وتروح تصور وتسافر. احيانا يعني احنا بنسافر عشان نصور اكثر من عشان احنا نستمتع. صح. فهل تعتقد عبد الله انك مظلوم من ناحيه الدعم على منصات التواصل الاجتماعي حقتك كسعودي رايدر؟ لو بقسمها قسمين. اوكي الدكتور لازم يتفلسف. ايه انا عارف. انا شكلي انا بشرب القهوه تكمل عادي. سامعك. من جهه المتابعين لا. من جهه شركات نعم. من جهه الجهات الداعمه نعم.
من جهه المتابعين انا افهم ليش هم يتابعونا، او هم ليش عندنا شريحه قليله هم مهتمين في يعني ايا كان اللي نصوره. مو كل الناس تتقبل الدراجات، في ناس تكرهها حقا اصلا، يعني اصلا تشوف الشارع اصلا يشوف في بغض تجاهك، ما تدري ليش، هو ما يدري ليش، بس هو كاره هذا الشيء، كاره هذا الكيان، كاره هذا المنظر، ما يتقبله. في كثير زي كذا. في ناس ما عنده انترست، لا يكرهك ولا يحبك، فيقلب ما يهتم. اوكي. جربت اني اغير محتوى، وقلت لك اني قد نزلت مره مقطع بس وانا انفخ شمعه في عيد ميلادي. اي جاب 2,000,000 مشاهده. اي انا عارف هذا الشيء، مقطع 8 ثواني، هذا الشيء غريب، ما في دباب ادم في الموضوع. اي ومقطع دباب في سكوتلاند هايلاند وسط خضار وسط الطبيعه 1000 مشاهده، ما حد مهتم. فاي الناس، أو انا اعتقد انه نوعيه المتابعين اللي عندنا يهتمون بالشخص اكثر من الاوبجكت اللي معه او ايا كان الهوايه اللي يسويها. عرفت؟ هم اقول لك شيء بصوره ثانيه، طريقه شرحك او طريقه اظهارك لهوايتك هو اللي يلهمهم وليس الهوايه نفسها. إيه؟ يعني الشغف اللي يشوفونه فيك تجاه هوايتك هو اللي يلهم الناس. اوكي. اي. والنوع الثاني من المتابعين متابع مؤقت، حب يصير دراج، تاثر منك، حب يصير بايكر، اخذ منك معلومات، خلاص تركت الموضوع. عرفت كيف؟ الجزء الثاني من المتابعين اللي هو متابع عشان يتعلم منك شغله معينه، شاف محمد تاثر منه، حب انه يصير دراج، راح اشترى دباب مثلك ويبغى يصير يعرف وش نوع الخوذه، وش نوع الجلافز، وش نوع البوت، خلاص صار بايكر، عرف يسوق، يلا السلام عليكم. يسوي لك انفولو، ياخذ اللي يبغاه ويمشي. ممكن حتى مع الوقت انه يصير ينتقدك. اي فعلا انا لاحظت، فهذه دائما اواجهها. فهذه هي سبب مشكله المتابعين. مشكله الجهات اللي عندنا، جهات اللي يتعاملون مع الدراجين اقدر اقول انهم سواء وكالات او غيره استغلاليه. يعني قصدك شركات او ايا كان، واستغلاليه. هذا اللي يقولك يبغى يستغلك بس، ياخذ منك اللي يستفيد منه بدون ما يدفع، او يدفع مبلغ قليل، او انه يماطل معك. هذا المواقف اللي جتني حد الان، يعني سواء عند وكالات او شركات خارجيه او ايا كان. عرفت؟ اللي ماسكين مثلا الببليك ريليشن او الماسكين العلاقات العامه مثلا، او ماسكين حتى الدعايه والاعلام، ما عنده الافق او الرؤيه انه يفهم ان الدراج له تاثير. فهو يشوفك نفس حق الطلبات، يعني يشوف دباب الهارلي اللي ب100,000 نفس الدباب الطلبات اللي ب2000 ريال. فهذه مشكله فكر، ولا لا اكثر ولا اقل يعني. لكن برا اصلا تدري انه انت دخلت مثلا وكاله BMW ليتس سي في اوروبا، في المانيا، انت ما عندك متابعين، عندك 10-20 متابع، تاخذ $100، تقول لهم باخذ البايك هذا بسوي تست درايف لو اصور ونزله، يعطيك $100. فعلا هذا وورلد وايد، ما عندي هنا يمن عليك ان اعطاك الدراجه اكثر من يوم اصلا، يعني هي ساعتين ترجعها، اكثر من يوم يقول لك بشوف لك، يمكن لا. هذه الوكالات بشكل عام بدون يعني فللاسف عندنا جو حار، تطلع تصور، لو بتتصور في الصيف عندك الساعه 3 الفجر لين الساعه 5 الصبح. الناس ترى ما تفهم هذا الشيء، الناس ما تفهم انه الفيديو اللي قاعدين يشوفوه هذا بالذات لما يكون فيديو يعني طويل نوعا ما، لو كواليتي عالي متعوب عليه، لو كواليتي عالي، لو معك كاميرا مان ياخذ منك اتليست وقت. ايوه، يعني انت تتكلم في 3000-4000 ريال في الفلوج الواحد، في الريفيو الواحد، ما تتكلم فلوج العادي، ريفيو. في واحد برا قاعد يصورني، يحط اضاءه، يحط هذا، يعدل صوت، يعدل ايوه مونتاج، انت عارف يعني ما يحتاج. اي انا عارف. فتيجي تشرح الكلام ذا ما يهتمون، الناس ما يهتمون هذا الشيء. ان شاء الله الجاي افضل، بس يعتمد على الماركت. اي اذا كبر الماركت بيتغير الامور دي كلها. انا اتوقع انه احنا الحين عشان التطورات اللي قاعده تصير وكذا، في فرص. ماركت الدراجات كبر بشكل كبير مره في السعوديه فعلا. طيب عبد الله، كل شخص يخاف من شيء، يعني مستحيل انه ما في شخص ما يخاف من ولا شيء، فاهم؟ فانا عارف انك قاعد تبتسم الحين لان انت مريت باشياء صعبه اوريدي، فالتولرنس يعني زاد عندك، فاهم؟ بس يعني احس انه كل شخص يخاف من شيء، فابغى اعرف عبد الله الفقيه ايش اكثر شيء يخاف منه في حياته كلها؟ خوف، مو خوف، قلق اني اكون سبب لحزن اللي حولي. يعني كيف يعني؟ دائما لما اطلع بالدراجه او شيء، او اطلع رحله، او يصير مثلا زي النيبال ما كنت خايف، يعني كان دائما اللي حولي هم اللي خايفين. انا ما كنت خايف، انا كنت بس قلق انه لو صار شيء كيف الخبر بيوصل للرياض. كنت يعني هذا اللي مزعلني اكثر شيء، وليس اني بصير لي شيء ادون كير يعني. فاكثر شيء انا مؤمن جدا، يعني مؤمن جدا ايمان، يعني ايا كان بيصير مكتوب
اي مكتوب ما في يدي شيء اسوي، بس دائما اللي حولك هم اللي ما يتقبلون هذا الخبر. إيه. عرفت كيف؟ بقول لك شيء سالفه عبد الله على موضوع الخوف. انا كم لي الحين اسوق دبابات من 2020 تمام، بديت في 2020 والى الحين 4 سنوات. قسم بالله العظيم، شوف انا قاعد احلف، كل مره بطلع بالدباب من الجراج تعرف ايه بتجيني غصه والله العظيم الى الحين. كل مره اطلع من الدباب وانا بحركه من الجراج اطالع برا، اول ما احط على الجير الاول وامشي تروح. شوف الغصه هذه اللي بس لو واحد دق لك قال لك شك كنسل تقول اوكي كنسل. ايه انه كنسل على طول. عبد الله انت تعرف قد ايش كم عدد الساعات اللي قضيتها في التمرين وانا سيرتيفايد مارشال تمام، وفي تعرف الجيم اوف كونز والاشياء هذه، يعني هذه تحدي بدخل معك فيه. بس تعرف قد ايش ساعات حطيت تمرين وكل شيء، وسافرت ورحت وجيت 5 يعني مره سكت مره كثير الى الحين بيجي الغصه هذه سبحان الله يعني. لان احنا ما نضمن اللي يصير. إيه. طيب عبد الله انت تعرف عندنا الاجواء حاره في الصيف، فكيف سواقه الدباب في الصيف؟ احلى شيء. والله انا ما عندي يعني مشكله. لا متعب شيء الموضوع، بس يعني تطلع بعد العصر او نهايه العصر اذا مره يعني. بس في الصيف مثلا شهر 7-8 انت عارف الساعه 12 الليل هو وقت البايكرز. طب يا اخي انا بمشي بالدباب في الصيف احس في حراره تيجي من تحت عشان الهارلي ولا هو عشان هارلي، بس انت عندك مشكله يعني. انا عندي بس يعني عموما حتى لو مره تطلع مثلا عندك الجاكيتات اللي هي السيفتي اللي فيها فتحات كبيره هذه تدخل هواء، بعدين طالما انت ماشي اوكي. طيب عبد الله ايش اغرب موقف صار لك وانت تسوق دباب؟ اغرب موقف صار لي في هايلاندز الرحله الاخيره هذه، طالع من سكوتلاند هايلاندز، فلقيت واحد الماني كنا كيف منطقه سياحيه وكذا، فجاء قاعد يلف حول الدراجه، تعرف الدراجه هنا حاطط علم السعوديه ولوحه سعوديه، فهو مستغرب الرقم، ايش هذا الرقم عربي، عرفت يطالع كذا. هذا الدبابك اللي موجود في المانيا. ايوه، فيقول لي ايش هذا، يعني جاء كلمني، قلت قاعد اكل انا، فجاء كلمني قال لي هذا ايش، صورت حتى في اليوتيوب، قلت له السعوديه، قال له انت سعودي، قال اوكي نايس يعني، يعطيك العافيه ومدري ايش، انه كان يقول لي يعني كويس انك جيت ومدري ايش، وانا اسمع عنكم. تخيل قاعد يقول لي اسمع عن الفيجن حقت 2030 والله، يقول لي اول مره اشوف مواطن سعودي في حياتي. يا الله، تخيل، مع ان المانيا فيها بس شكلك انت كنت في قريه صغيره. يقول لي طلعت فيه كذا، قلت لي كلنا كذا. عاد حرفيا انت شكلك كنا لابسين سيفتي، عرفت. اي فكان موقف غريب صراحه. اي طيب عبد الله، كلنا بنمر في حياتنا بفتره اللي هي فقدان الشغف، تمام؟ يعني خلاص شيء لما يكون شيء لما يكون روتين تطفش. كيف بتتغلب على الشعور بفقدان الشغف؟ تطفش من شيء يتجدد، يغير، جدد يعني، مو لازم يصير مثلا على نفس الشيء، يصير مقاول مثلا. انت عارف انا عصبت المقاول. عبد الله شوف يا جماعه، عبد الله كل ما زانت الجلسه والله العظيم فجاه تلاقيه في الصناعيه القديمه. ليش؟ ما تدري، ما ادري ايش قاعد يسوي، ويقعد يشتري سياره ويبيعها، بعدين يشتري دباب ويبيع. اول ما اشوف عبد الله يسوي كذا اعرف انه هو فقد الشغف، يوقف البايك شوي يبدا يشتغل، تعدل في الحوش كذا. كل ويكند في الصناعيه ايش فيك يعني؟ يا انا في الصناعيه يا ما عندي عمال. عندك عمال في البيت. فعلا عشان ما يصير روتين واحد، يغير يعني جدا. شوف انت مبسوط الحين الحين اكلمك الان في شيب جايتني 3 جاكيتات. عشان كل جاكيت اتحمس اطلع اجربه في الرايد، عرفت. طب اقول لك شيء، انا ما عندي الا خوذه واحده وجاكيت واحد من اول ما بديت دباب. وانت لو تلاحظوا كل مقاطعي في الانستغرام من اول ما بديت في السوشيال ميديا الى الحين كلها نفس اللبس. انا عندي 8 خوذ، تعال لقط وشلت. بس يا ابوي ايش راسي انا كيف؟ انا ميديوم لارج او لارج؟ توقعت اكس لارج. ان شاء الله ناخذ مساحه. تعال شلت. لا بجيك بس تعرف انت الخوذ حقتك كلها ريس ما تمشي تحت امرك يا حبيبي، كلها يعني عادي، خليك مختلف يعني، ولا لازم تصير هارلي يعني كمان. اصور من فوق كني ريس وانا اسوي زي كذا بس. طيب عبد الله، انت وش تشجع بالكوره في السعوديه؟ انت عارف اني هلالي ما في مجال للنقاش. ولا زيك انا 1%. مع ان كل ما امشي الشارع يا اخي واحد يقول لي انت من جده، انت اتحادي، انت بس لا انا هلالي. لا انت عارف انا هلالي، كل احترام كل الانديه طبعا. هلالي. انت شفت كيف في مباراه الذهاب مع العين الهلال سوى، فتتوقع ان الهلال راح يرجع ويتاهل للنهائي؟ شفت وضعيه يدي؟ انت وش اخر مره قلت لي لما سالتني عن المباراه؟ صراحه كانت زعلت من كلامي صح؟ مع اني انا قلت لك انا شايف انه وضع بيصير كذا. ليش؟ شفت التشكيله، معليش حط لي عويس حارس، انا ما اثق في اللاعب هذا نهائيا.
يا اخي العويس يعني كابتن حارس كبير جيد وكل شيء في المنتخب واحترمه وكل يقدر شيء، بس انا ما شيء. اثق فيه صراحه. إيه. ما اثق انه يكون حارس، لانه الحارس دائما يكون هو نص فريق. لما يكون عندك حارس متهور وما يفكر الا بس في الشو واللقطه اللي ياخذها وهو طاير ويتشقلب، إيه. هذا انا ما احب زي كذا. دون تيك ذا ريسك في مباراه كبيره زي كذا. يعني شوف بونو يكون بليهي وكلوبالي ما يطالع ورا، هو اصلا مطمن ان انا وراي واحد هيز نوت تيكينج ريسك. بليهي انصدم لما في الهدف الاول فجاه جاب العويس جنبي، انا ايش صاير؟ ايه فعلا نفس الموقف اللي سواه مع ياسر الشهراني في كاس العالم يعني. ففي مدافعين خلهم يسوون شغلهم، انت شو خليك انت كيب يور بوزيشن يعني. 4.2 تقييم يعني. ايه صح يعني. بس ان شاء الله بيرجع اذا لعب بونو ان شاء الله باذن الله. إيه. يس اوكي باذن الله. عبد الله الصراحه نورتني، يعطيك العافيه حبيبي والله. الله يسعدك. دائما انت سبب سعاده لي والله. الله يسعدك. كل ما اشوفك واطلع معك بالدباب في الشارع، فمره شكرا انك جيت. بس قبل ما تمشي عندي لك مفاجاه. رايد؟ لا رايد هذا مو هنا. طبعا احنا الحين في ليفل اب، مكان يعني من جد اول ما بدخل وبنبسط، فانا ابغاك تنبسط معي وراح ناخذ تجربه الحين. عبد الله انا جاهز. VR. اوه ايه يلا كويس. يلا